لوين الاتجاه؟ الجمهورية العربية السورية. الله أكبر الله أكبر، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ربي يسر ولا تعسر. يسعد مساكم حبايبي، كيفكن؟ معكم أم الأمير ورجعت لكم بفيديو جديد. بداية حبايبي خلونا نصلي على النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليه. الاشتراك بالقناة إذا كنتم مشتركين، والإعجاب وتفعيل زر الجرس ليوصلكم كل جديد. شاركتكم بهالفيديو سفرتنا القصيرة للبنان وبعض من أجواء لبنان الحبيبي، ورجعتنا لسوريا واللي صار معنا بسوريا. الحمد لله على كل حال. مثل ما شايفين هون كنا عم نعبي بنزين ونجهز حالنا لأمور السفر. حطيت ولادي عند بيت عمي، رحنا أول شي عند بيت عمي، حطيت الأولاد ورحنا بس نحنا وكريم. طبعا لأنه كانت سفرتنا قصيرة جدا، يعني ليوم واحد، كان عنا شغل بلبنان، أوراق وهيك بدنا نخلصهم، فرحنا نحنا وكريم. يغلى الضحكة. طبعا جمال سوريا ما في داعي نحكي عنه أو صوره لأنه معروف. شاركتكم مقطع قصير وسألتكم وين أنا، فبعض منكم قالوا لي إنه بطرطوس. هلا نحن بطرطوس مرقنا إيه، بس ما كانت اتجاهي لطرطوس، يعني وجهتي كانت وجهتي للبنان الحبيبي. لبنان هي الأم اللي ربتنا لما كانت أمنا مجروحة، أخدتنا منا وربتنا ودارت بال علينا وكبرتنا، ولما أمنا سوريا الحبيبة تعافت رجعتنا لإلها. فما بننسى أبدا فضل علينا، فضل هالبلد الحبيب العظيم، وفضل أشقائنا اللبنانيين اللي وقفوا جنبنا وفرحوا لفرحنا. كل الحب والشكر لإلهم. وهون كان فنجان القهوة في لبنان. يا سلام، يعني عن جد اشتياقنا لأمنا كان كتير كبير، بس للأسف كان زيارتنا ليوم واحد بس، يعني سريعة جدا. صح قلت لكم وصورت لكم انه اهلي رجعوا على ادلب، بس كمان بقي قسم هون اخواتي وفي اختي كمان كانوا بلبنان، فكان وجهتنا كمان لعندهم حتى ننام عندهم. هن ساكنين بالشمال، يعني اتجاهنا لطرابلس مو لبيروت. والله كان اللقاء هيك كتير حلو، سهرة رائعة، واجواء لبنان وشوقنا لها كان كمان كتير حلو. طبعا اهلي بحبوا اولادي اكثر مني، يمكن لانه كان ناطف قلبهم على كريم اكثر مني. من وصلتنا يا جماعه شفتوا فطرنا، بس كمان ضلينا جوعانين لانه من الصبح ما اكلنا. فدغري دغري جاب اخي العشاء وحطينا دغري، ما نطرنا لحتى يكفوا الباقي، قلنا له نحطه هاتوا هذا الموجود، الحمد لله على النعمه. تعشينا وسهرنا. وكان في هيك جماعه اصحاب دكان، هن يعني اللي معرفة معها، فحبيت روح سلم عليها، انه هي ما شاء الله يعني انسانة كتير محترمة كتير طيوبة. مساء، كيفك؟ اخبارك؟ ضاقت لك الاخبار؟ انت كيفك؟ طمنين عنك، ان شاء الله بخير. كيف امورك؟ كيف الصغير؟ هون ليش؟ اشتقت لكم وبحسن بلاكم. طمنين عنك. رحتي على سوريا؟ رحت واجيت اليوم. ايوه جيت زيارة اشتقت يعني. لكم، جيت دغري لجوز اخوي. عبص. اهلا وسهلا. كيفك؟ شو اخبارك؟ الحمد لله. كيف الصغير؟ الحمد لله. إنه فقدي، والله أنتوا كمان أنكم فقدي. مثل ما شايفين ما في مكان إلا فيه ناس طيبين، الحمد لله الدنيا ما بتخلى. كان لنا ذكريات مع كتير أخوة وأخوات، جيران وقفوا معنا أكثر من الأهل بأصعب الأوقات. فهيك إن شاء الله الأيام ترجع بتجمعنا سوا بفرح يا رب. وهون رجعنا كمان لحتى نعمل السهرة، اللي بده يشرب شاي، اللي بده يشرب متة، اللي بده يشرب قهوة، فكل واحد عنده مشروب. حطينا هالشايات والمتة والقهوة وقعدنا. ما في أحلى من لمة الأهل والأحباب، يعني عن جد ليلة من العمر كانت. بس سبحان الله يا جماعة ما حدا بيعرف شو ناطره. يعني ما كنت بعرف إنه بعد هالليلة اللي قضيناها ضحك ومسح، الليلة اللي بعدها راح قضيها بكى وزعل. الحمد لله على كل حال، الحمد لله على استفقادات رب العالمين رحمة. هلا راح أحكي لكم شو صار معي. اكتبولي انتم من وين عم تتابعوني، من اي بلد، ومين عم يتابعني من لبنان الحبيب. هون بعد ما سهرنا ونمنا وقت بكير، بتعرفوني بحب فيقات الصبح بكير، قلت بدي لحق هيك اشرب فنجان قهوة واستصبح بهالجو الحلو، جو لبنان الصباحي. والله شربت قهوة وشربت كمان متة. فرجتكم وردات اخي هذا اللي قلت لكم انه بحب يزرع
روح قلبه يزرع، روح قلبه الورد، كل شي خضار بحبه. ما شاء الله ايده خضرة، يعني شو ما حط بتاخد، حتى الشعر اذا بقصه فدغري بيطلع، لانه نيته صافية ما شاء الله. وهاي احلى كاسة متة بلبنان الحلو. والله شربنا متة، وكان عنا شوية هيك وراق بدنا نخلصهم، وبعدها عزمتنا اختي لعندها على الفطور. هون حبيت صورت لكم شوي من اجواء الحارة اللي كنا ساكنين فيها والوردات. خلصنا وراقنا ورحنا لعند اختي، فطرنا وشربنا قهوة، وبعدين قلنا يا ميسر قلنا خلينا نطلع على بكير احسن ما نتأخر. بس ما شاء الله يعني كمان جمال لبنان ما فينا نخبيه. الاجواء رائعة، الحوائر رائعة كمان. شوفوا لي ما شاء الله على هالشجرة، حبيت صوركم اياها. هاي ببلدة اسمها بلدة برقاية، هاي بالشمال، في منكم رح يعرفوا هلا اكيد. وهاي المكان كمان، بس الشمس يا جماعة كانت كتير قوية، يعني يا دوب هيك قدرت اصور لكم هاللقطتين. سبحان الله يا جماعة، بلبنان صيف، يعني فتنا على لبنان صيف. نحن قطعنا الحدود السورية برد، يعني سبحان الله بس مجرد ما نقطع الحدود وكمان هون حبيت صور لكم شوية لقطات من بلدة برقاية الجميلة. ما شاء الله عن جد كتير كنت مشتاقة للبنان، يعني هيك ردت لي الروح لما صرت استرجع ذكرياتي فيها. شو عشنا 14 سنة فيها، يعني مو سنة أو سنتين، يعني مو كلمة عمر أو نص عمر. فأكيد الأيام اللي عشناها بلبنان ما راح ننساها بحياتنا أبدا. هون كمان مرقت على السوبر ماركت، كنا بدنا ناخد كم غرض، فقال لي جوزي لو بقدر اخد لبنان كله معي ما بقصر، اخده معي على سوريا ما بقصر، يعني من شدة حبنا للبنان. فإن شاء الله هيك بنرجع ونلتقى، بنرجع نجي زيارات بأيام حلوة وأيام فرح يا رب. أخذت كم غرض والله، ورحت لعند أختي ما قلت لكم عزمتنا على الفطور، فطرنا وصورت لكم فنجان القهوة عندها، وتيسرنا والله على صحيح زيارة قصيرة، بس كتير انبسطنا بهالليلة وهاليوم نص يوم. أخواتي والله ما حبونا نروح، ضلوا لحوا إنه ضلوا خليكم بس هاليوم نقعد سوا، بس للأسف يعني كانوا الولاد عند بيت عمي. لوين الاتجاه؟ الجمهورية العربية السورية. سقنا له. وعندهم مدارس، فقلت كمان بين ما نرجع على الضيعة وبين ما نرجع على البيت بدنا وقت، بدي ألحق درسهم. بس يا جماعة الواحد بعمره ما يتهيأ للشي، سبحان الله ما حدا بيعرف شو مكتوب له. هون آخر طريق صورت لكم إياه في لبنان، وصورت لكم هاي البحيرة كمان كتير حلوة حبيتها، فدغري مسكت الكاميرا وقلت صورت لكم إياها ما شاء الله. اللي صار يا جماعة إنه رجعت على بيت عمي والله وسهرنا وانبسطنا ولعب أمير، وما كان عم يشكي من شي أبدا أبدا. تاني نهار كمان كذلك الأمر، فقنا وعم يلعب ونحن عم نشرب قهوة مبسوطين. حوالي الساعة 11 12 ما فجأة بيمسك بطنه، بتشد معدته، بتصير هيك كأنها حجر. بيصرخ صريخ، يعني إنه بطني بطني بطني. فما عرفت أنا شو أعمل شو ساوي. فرحنا والله أنا وبنت حماية على الصيدلي اللي بآخر الحارة، كان عطانا له دواء شي يوقف الاستفراغ كمان انتو أكبر قدر، وشي يخفف التشنج. والله ساعة ساعتين ما مشي الحال وهو الولد عم يصرخ يعني. فأخدناه على المشفى، يعني الحمد لله على كل حال، الحمد لله. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. طلعت للأسف أمعاءه ملتفة حوالين بعضها، المعدة يعني المصارين، وكان بده عملية مستعجلة يعني. فسبحان الله سبحان الله، بالليل الدكاترة تشاوروا إنه خلص نأجلها لك للصبح لنشوف شو الوضع. فالصبح عم يفحصوه قبل ما يدخلوه على العملية، فمعجزة بقدرة قادر. حتى الدكاترة استغربوا إنه يا رب إنه كيف هيك، أول مرة بتصير هالحالة، الأمعاء بتنفك لحالها والطفل ما بيحتاج عملية. فسبحان الله بين دقيقة ودقيقة بتتغير الحال. الحمد لله على كل حال، الحمد لله إنه هيك ولا غير. صحيح كانت ليلة صعبة علينا يعني، ونهار صعب، ومن مشفى لمشفى ومن دكتور لدكتور، بس الحمد لله هيك ولا غير. وهلأ حاليا بالمشفى تحت المراقبة، فبدنا دعواتكم لحتى يشوفوا شو وضعه من هون ل24 ساعة. فيا جماعة دعواتكم لأمير، وإن شاء الله ما بتشوفوا شر بولادكم يا رب. وإن شاء الله الفيديو الجاي بخبركم إنه أمير الحمد لله صار أحسن من قبل، وبشوفكم على خير.